السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. ما تيجي ناخد كده جولة في المطبخ القديم، في مطبخ جدتي وجدتك ومطبخ الناس الطيبة، الجيل الطيب بتوع زمان، ونعمل اكلة بسيطة من اكلاتهم اللي ما فيهاش بهارات، البهارات ولا المهرجانات اللي احنا بنشوفها وبنستخدمها، بقينا نستخدمها وبقينا نحبها اليومين دول. تمام، كانت الدنيا بسيطة والحياة بسيطة، واي حاجة كانت بتمشي اليوم بتاع الناس الطيبة دي. النهارده هنعمل طاجن بطاطس او طاجن لحمه، سوري، طاجن لحمه بالبصل الاورمه. البصل الاورمه اللي ما يعرفوش يا جماعه اللي هو البصل الصغير. انا عن نفسي لما عرفت الوصفه دي من 20 سنه او 21 سنه، ما كنتش اعرف يعني ايه بصل اورمه. لما شفت الوصفه عجبتني وسجلتها عندي من 21 سنه في كشكول كده، هوريه لكم دلوقتي. وليا نصيب ان انا اعملها معاكم، بجد والله وصفه تحفه جدا وبسيطه. بصل ولحمه، مش اكتر ولا اقل. لكن البطاطس والجزر دول اضافات من عندي، عايزين تحطوها اللي يعجبكم، عايزين تضيفوا اي نوع من الخضار التاني، الخضار اي خضار تاني يعني حطوه. لكن هي بصل ولحمه ودمتم بخير. الطاجن سهل جدا، ويلا بينا نبدأ ونعمله ان شاء الله مع بعض. عندي كيلو لحمة، كيلو اللحمة هياخد نص كيلو من البصل. هنا كنت بوريكم الكراسة اللي كنت بسجل فيها الوصفات اللي بشوفها في التلفزيون. كان الاول التلفزيون ما كانش فيه نت، فكانت اي وصفة او اي برنامج طبخ كنت بتفرج عليه وتعجبني الوصفة كنت بسجلها. ان شاء الله نعمل كذا وصفة من الكراسة دي. هنا كنت بوريكم اللحمة والبصل. قطعت اللحمة وقشرت البصل، ومش هنقطع البصل، هيتحط سليم. المكونين التانيين اللي هو الثوم وصلصة الطماطم المعلبة. طريقته سهلة جدا، مش هياخد وقت ان شاء الله، بهاراته بسيطة قوي قوي. يلا بينا نبدأ. تمام، اول حاجة هدي صدمة للبصل. حطيت شوية زيت او معلقة سمنة في الحلة، وهنزل عليهم بكام فص كده من المستكة ينكهوا الموضوع ويديله ريحة حلوة. بعد كده هنزل بالبصل، هياخد لون، اقلبه كده في الزيت لحد ما يتحمر يعني، او ياخد لون حلو قوي. لون مقبول، ما يبقاش يعني يدبل ويحمر شويه. تمام. لو ما فيش البصل الاورمه ده، ممكن نجيب بصل كبير ونقطعه مكعبات كبيره. البصل خد لون حلو جميل اهو، ونزلت بعده على طول بالثوم. حوالي 5-6 فصوص من الثوم. تمام. بعد كده نزلت باللحمه على الثوم والبصل، وهقلب فيهم. ويستحسن ان اللحمه تاخد لون عشان تدينا طعم حلو. قلبت كل النكهات مع بعضها، وابتديت اضيف البهارات. زي ما قلت لكم البهارات بسيطه، هو الملح والفلفل فقط. لكن انا ضفت من عندي الكبابه الصيني ورشه من جوز الطيب. اللي مش عايز يحط جوز الطيب ما يحطش. قلبت بقى البهارات باللحمه بالبصل بالثوم لحد ما ريحتهم كلهم تجانست مع بعضها، ونزلت ب3 معالق من الصلصه المعلبه. قلبتها كده مع اللحمه، وبعد كده هنزل بالميه السخنه. الميه او مقدار الميه اللي هيكفي سوى اللحمه والبصل. وظبطت الملح طبعا بتاع الاكله. هنا الاكله لو سيبناها تستوي وقدمناها كده الاكله انتهت والطبق خلص بتاعنا. لكن انا حبيت اضيف بعض المكونات التانية. هنا حطيت قرن فلفل حامي. حبيت اضيف بعض المكونات التانية، خضار، اي خضار انتوا عايزين حطوه. ممكن نحط بسله وجزر، ممكن نحط كوسه. انا حطيت بطاطس وجزرايه واحده، قطعتهم مكعبات كبيره عشان يستحملوا الحراره وما يتهروش مننا. ولعت طبعا الفرن بتاعي، وجبت الطاجن بتاعي، سواء بايركس سواء فخار او حله تبر وير زي ما انا جايبه كده. نزلت فيها بالمقدار الوصفه كله، ودخلتها الفرن. خدت تقريبا ساعه. احنا مسويين اللحم قبل ما نحط البصل والبطاطس تقريبا 50%. دخلتهم في الفرن، خدوا ساعه، تقريبا ساعه. الاكله جهزت وبقى شكلها حلو جدا. نعمل جنبها بقى شويه رز ابيض او رز بالشعريه. أكلة لذيذة وتحفة، وريحتها تجنن، وطعمها أكتر من ريحتها. جربوا الوصفة دي، وإن شاء الله إن شاء الله هتحبوها وهتعملوها، وهتصدقوا كلامي. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.